حقي. يعني هي بتشكرنا على هذه الحفلة الجميلة وهذا البرنامج الظريف بهذه اللغة النوبية الجميلة. طيب يا حاجة، انت الكلام اللي قالته قبل شوية يعني الأخت هناك قالت فيه، هل فعلا كلام صحيح وسليم ولغة تمام ولا عندها تكسير؟ يا صح صح، هاي لغة تمام. تمام. طيب حاجة، انت اسمك منو؟ انا اسمي زهراء عبد الرحيم. زهراء عبد الرحيم. يا زهراء، انت دائما كلامك مع الاولاد والبنات والناس في البيت بتحبي تتكلمي باللغه المحليه بتاعتكم ولا اللغه العربيه؟ لا، بالعربيه طبعا. السبب شنو؟ السبب ما بيعرفوا اللغه هم، ولا انت ما دايرام يتعلموا، ولا ما دايرام يفوتوا من العربي؟ بسيط بسيط ديكور. طيب لما تتلموا انتوا النسوان الجايين من الشمال مع بعض في مناسبة في الخرطوم ولا في أي محل، كلامكم أغلبه بياتوا لغة؟ عندك يعني بنفس اللغة بتاعتكم اللي عندكم في الشمال. اي. طيب انت بتلقي سهولة أكثر فيها هي في اللغة دي ولا في اللغة العربية في الكلام بتاعك العادي؟ طبعا الروتانا. في الروتانا. هل زمان قريتوا الروتانة دي مكتوبة ولا ما قريتوا بس تكلمتوها ساي في البيوت؟ لا لا لا، ما قرينا والله. ما قريتوا؟ انت باني كوركورو. السبب اللي خلاكم الناس ما تقريكم لا شنو؟ هل يعني ما كان في ناس بيكتبوها؟ والله هو هي تقرا داكم. طيب انا بتحول منها حقيقة ل يعني واحد من الجماعة، نمشي على البروف ابراهيم بن عوف، احد الاساتذة المختصين بجامعة الخرطوم. وبروفيسور ابراهيم، يعني التساؤلات اللي انا طرحتها قبل شويه عايز اخذها من الزاويه العلميه. يا ترى يعني الحفاظ على اللغات كواحده من الاساسيات وشيء مقدس عند كل قبيله وكل امه في العالم، في تقديرك انت كرجل اكاديمي تعلمت وتعاملت مع الاشياء على طبيعتها، الاسلوب الامثل ان نحافظ على هذا التراث وهذه اللغات شكله كيف الاسلوب الاحسن؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وآله وصحبه أجمعين. شكرا لجمعية دنقلة للتراث، وشكرا لك الأخ الدكتور، وشكرا للجهة المنظمة. الأسلوب الأمثل التلقين منذ الولادة. نعم. عشان على الطبيعة الناس يأخذوا اللغة. ومؤكد أنه تنظيم اللغة في شكل تعليم. نعم. مثلها مثل كل اللغات. نعم. وهذه اللغة لغة حقيقة ليست لهجة. لك طبعا اللهجة لا تبني حضارة. نعم. اللغة بدليل أنها أنشأت أقدم حضارة على وجه البسيطة حتى الآن. لا نعرف أي حضارة أقدم من الحضارة النوبية حتى الآن. نعم. فما دام كذلك فهي اللغة ما أنشأت في الماضي يمكن أن تنشئ في المستقبل. نعم. وميزة اللغة أنها منفتحة. بالنسبة للكتابة يا بروفيسور، نعم، كتابة اللغات النوبية بصورة عامة إذا نعم. كانت باللهجات المختلفة حقتها أو اللغة الكل، نعم. هل الآن متاح إذا أنا عايز أتعلم هذه اللغة، هل متاح للإنسان العادي أن يتعلم ذلك؟ للخاص متاح، ولكن ليس لكل الناس. ليس لكل الناس. السبب إيه؟ وهي لغة مكتوبة، وهي نعم. لغة لها 17 حرف و3 أصوات. نعم. فإذا ما دام هذا الأساس موجود يمكن أن نعلم كل من يريد، ويمكن أن نعلم النشأ الجديد ونحافظ على هذا التراث. الحروف له بسيطة، ما تأثرت باللغة العربية اللي جارة لها أصلا؟ الأسل ليس في الحروف. اللغة العربية تبادل في الأصوات هناك. والأوزان لو لاحظها في المناطق التي تأثرت بالحضارة النوبية وقطع شك حضارة قوية في مناطق شمال السودان، منطقة الجعليين ومنطقة الشاقية، تجد أن استعربت الكلمات النوبية. نعم. كل مفردات الزراعة. نعم. وكل مفردات الآلات المستعملة في الزراعة. نعم. وبالمقابل هناك الأشياء التي لم تكن موجودة عند النوبيين فهي استنوبت. إضافة في بعض الحالات عندما تريد أن تستعرب للعربية من النوبية تضيف إيج ياء وقاف. كوديك
في اللغة النوبية كوده. عندما تريد أن تقول بالعربية لازم تضيف إيج، وكذلك متيج وهلم جرة. إذا أردت أن تنقل كلمة نوبية، كلمة عربية للنوبية، فهناك إضافات. لو قلنا ريال لابد أن تأتي بألف. إذا دار تنطق بالنوبية لازم تجيب ألف، لأنه حركة الراء دون ألف غير موجودة في اللغة النوبية. فتضيف أريال وراجل الراجل وهلم جرة. فهناك انفتاح واستبدال للكلمات. وعلنا نعتقد أن حتى في القرآن هناك يعني بعض الكلمات الموجودة. النار التي تورون، اذهب إلى المعاجم وجدتها معنى تورون في العربية. نعم. تورون من النوبية وتورون أنها تنفخ وتشعل النار. نعم. بارك الله فيك. شكرا جزيلا بروفيسور، حقيقة أمتعتنا بهذه المعلومات، وطبعا في إشارات لهذه العبارات اللي قالها البروفيسور إبراهيم، يعني حكاية الكلمات اللي تابعة للآلات والزراعة والسواقي. ده جاء في كتاب الساقية لأستاذنا الراحل الله يرحمه حمد بن أبو سليم، فتحدث عن هذه المسألة برضه باستفاضة، ممكن الناس ترجع عليه هناك. إخواننا